الطموح صباح ينظر إلى المواهب الشبابية بعين تحدق بقدراتهم وسعيهم للوصول إلى الأفضل، ولأن الحياة بالفعل تبنى بقدرات شبابنا ومواهبهم وطموحاتهم. سنقدم لكم موهوبون على طريق الإخراج. رحبوا معنا مشاهدينا بالشاب الموهوب المخرج معتز بالله صالح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. صباح الخير معتز. في البداية معتز، إلى أي حد تجد أن هناك فعلا ارتباط وثيق بين الموهبة والطموح، وبالتالي كم يلعب الطموح دورا إيجابيا في تعزيز الموهبة والعكس صحيح؟ بالتأكيد الطموح والموهبة هن عامل مرتبط، عامل واحد مرتبط. فما الطموح إلا هو توصيل للموهبة، والموهبة بتكمل الطموح. يعني إذا شخص موهوب طبعا وعنده طموح يوصل لمرحلة معينة، أكيد بترابط الطموح والموهبة بده يوصل، فهن عامل وطيد ووثيق ببعضهم، مرتبطين أكيد ببعضهم. نعم. هن بيكملوا بعضهم. بالطبع معتز، لكل نجاح يعني كل نجاح بالحياة يعود بفضل الله سبحانه وتعالى، دائما هو ولي التوفيق. وأيضا بعد كل موهبة لابد من مشجع يدفع تلك الموهبة للظهور. من هو العراب الذي شجعك وآمن بموهبتك؟ ونذكر موهبتك هي الإخراج. تفضل. بالتأكيد تنطلق الموهبة من الشخص ذاته وحبه لهيدا العمل اللي هو عم بيقوم فيه، والطموح اللي كنا عم نحكي عنه للي بيوصله انه عنده طموح يوصل وبيوصل لهيدا العمل. نعم. العراب هو بيبدأ من المدرسة. المدرسة بتكون العامل الأساسي الأول لانطلاق كل الناس اللي عندها مواهب وعندها تعزيز طموحات وتعزيز قدراتهم. طبعا المدرسة هي العامل الأول. الأهل هن المشجعين اللي بيحسوا أولادهم أو ابنهم على القيام وتكملة المشوار، والأصدقاء والرفقة اللي كمان بيشجعوا صديقهم إنه كفي مشوارك، لا كتير حلو، لا عمل جيد. فهولي بالأساس الدرجة الأولى، يعني الحي اللي بنعيش فيه. بالدرجة الأساس العامل الأول لا تشجيع الإنسان نعم. على تكملة طموحه. فإذا هي حلقة مترابطة وسلسلة متكاملة أيضا. لطالما كانت موهبتك موهبة فنية إخراجية، ليش دايما شو كان يراودك؟ يعني الإخراج من أنت وصغير كان يلفتك، يعني حين تشاهد يمكن فيلم معين، مسلسل معين، لماذا لم تختر التمثيل مثلا؟ بالتأكيد هلا أنا في مشاهد بمثل فيها، يعني في أفلام عم نشتغلها بمثل فيها، بس أنا بالأصل الإخراج دائما كنت أحب يعني ورا الكاميرا، دائما ورا الكاميرا. بحب أنقل الصورة للمشاهد، بحب إنه المشاهدين يشوفوا صورة أنا عم جيبها، أنا عم وصل لهم رسالة، بدي إياهم إنه هن يقروا هيدا الرسالة فنك عن يعني طريق الفن. الفن، عن طريق الفن. نعم. أكيد. فحبيت الإخراج منذ الصغر. كنا ناخد بالمدرسة مسرح، فأنا كنت كتير يعني أول شيء مثل، وبعدين صرت أعمل المسرحيات، أكتب السيناريو والحوار. فحبيت موضوع الإخراج من أنا وصغير وكفيت فيه، وصرت حب دائما قصة ورا الكاميرا، إنه ما ضل قدام الكاميرا، لا أكون ورا الكاميرا، وصل الرسالة. هي أصعب للجمهور. ورا الكاميرا من أنه قدام الكاميرا تمثل؟ بالتأكيد هي القعدة ورا الكاميرا منا سهلة أبدا، هي كتير صعبة. هي عم خاطب جمهور، مخاطبة الجمهور بكل الأحجام، الأعمار، الفئات العمرية، من أولاد، من شباب، من مراهقين، من مسنين. عم خاطب ناس كتير، فيها كتير مسؤولية كتير كبيرة وصعبة صراحة، منا سهلة أبدا إنك أنت عم تحكي مع جمهور كبير، في نقاد، في ناس بتوافق، في ناس ما بتوافق. فهي كتير صعبة، وخصوصا انك انت عم تنقل المشهد، يعني الممثل انت عم تنقليه كيف يمثل للجمهور. نعم. أعمالك الإخراجية بأكملها كانت موجهة إلى الجيل الصاعد، جيل الشباب، وقمت أيضا من خلال نصوصك بمحاكاة مشكلات الشباب اللي بتعترضهم هلأ بالحياة. كنت دايما تبينها بنهاية الفيلم، كنت دايما تعمل لها أيضا حل. لماذا اخترت الفئة الشبابية؟ بالتالي ما المشاكل الإدمانية اللي اخترتها؟ توجهت إلى المخدرات، توجهت أيضا إلى المنشطات، لماذا تلك المواضيع والفئة الشبابية بالذات؟ بالتأكيد الشباب هن بنية وأساس المجتمع، الشباب هن الدم الفوار بالمجتمع. قصة الاختيار الشباب، انه الشباب نحن عم نلاقيهم مازال هن الزهرة الموجودة بالمجتمع، الشجرة المثمرة. نعم. هيدي الشجرة إذا انضربت
من اساسها من شبابها في مجتمع حيتدمر صح، ايضا. المجتمع حيتدمر. فاذا عم صلح انا الشباب نعم. بكون عم صلح كل فئات المجتمع، بكون عم بتوجه للكل بطريقه غير مباشره، وبكون بلشت بالشجره الصغيره المثمره. نعم. لنطلع للشباب جميل جدا معتز. لديك ايضا اعمال كثيره من هي وليده تفكيرك. شفناك يمكن أيضا يعني من خلال أعمالك، حضرتك كنت المصور، حضرتك كنت المزين أيضا، يعني هناك أعباء المسؤولية. هل هي دائما هي هذه الخطوة الأولى لكل مخرج أن يتحمل مسؤولية فيلم بكامله ببداية عمره، أم أنه الإمكانيات حتمت عليك ذلك الموضوع؟ بالتأكيد كونه الأعمال بأولها بلشت فيها، وكونه بلشنا هواة، يعني نحن مجموعة هواة. بداية الفكرة هي هواية. بداية الفكرة هي هواية طبعا، ما كنا يعني كتير ملمين بالهيدا، ولهلا نحن هواة منا هالملمين. بتصور انه كنت يعني ضل مسؤول عن كل شيء، خصوصا كل عمل بيطلع المخرج ببلش يواجهه النقد، ببلش العالم تتسلط الضوء على أعماله، فبيصير العالم تنتقد أي شيء وتركز على أي شيء. فأنا كنت حب إنه لا، كل شيء بإيدي، يعني أو يكون معي شباب عم تشتغل بس أشرف على كل شيء، إنه مثلا الميك اب كيف عم ينشغل، تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل. مسؤولية النجاح، لأنه بالنهاية المخرج هو المسؤول الأول عن نجاح الفيلم. فكنت اشتغل ميك اب بايدي احيانا، او انظر للميك اب كيف عم يشتغلوا الشباب. مثلا بالعمل الاخير في صديقتي مجد قاسم بدي اوجه لها تحيه، اشتغلت ميك اب. نعم. فكنت انا على ايدها انه مجد انتبهي شو عم بيصير، كيف الميك اب، شوفوا على الكاميرا كيف طالع. حتى كتابة السيناريو كنت أشرف عليها، كنت أشرف على الصغيرة والكبيرة بالفيلم لتحملي المسؤولية، ولأنه أنا كمان حب كل الدومان، يعني أنا كنت كتير حب الدومان وكل شيء بقلب الدومان هيدا. نعم. دومان الإخراج. معتز، هل يعني مرة صدف معك أنه استعنت بمخرجين مشرفين لديهم خبرات أيضا تعلمت منهم؟ بالتأكيد بدايتي بلشت مع فنانين، يعني هن كانوا من النجوم بلبنان، مثل وسام صباغ، كان أستاذي بدي أوجه له تحية طبعا. الفنان وسام صباغ هو ممثل يعني ممثل مشهور أيضا وكوميدي. صح. هو بلشت أنا وياه بشغل الإخراج. وفي هشام أبو سليمان كمان بلشنا قبل وسام معه، وبلشنا ننطلق شوي شوي، بلشنا نتعرف على ناس، على شخصيات، على ناس كتير مهمة، والحمد لله قدرنا نستفيد منهم بأفكار، بعدة أفكار، بعدة أعمال. بالآونة الأخيرة تعرفت على مخرج اسمه عجرم كمان، كمان وجه له تحية. نعم. ساعدنا، أعطانا أفكار بالنسبة للفيلم الجديد. نعم. واشتغلت مع رفقة، يعني بالنهاية هول رفقة مثل هاوين، والطريق أمامك أيضا معتز. صح أكيد. نعم. رفقة هاوين مثل منار قاسم، مثل أحمد قاروت، هو الشباب اشتغلوا أيضا معي. هي سلسلة صح، متكاملة سلسلة من الأصدقاء. دعني هنا أسأل، يعني ذكرت حضرتك النقد معتز بالله يحطم طموحك موهبتك إذا كان نقد سلبي، أم أنه لا، دافع للنجاح وللتعلم يمكن من الأخطاء؟ بتصور النقد، أنا بالنهاية أنا بس خلص كل عمل أول شغلة بقول لهم إياها، شباب نحن الآن يعني نشاهد مع المشاهدين أيضا هذه المشاهد الميكينج أوف يمكن لأعمالك صح. أيضا الإخراجية. نعم تفضل. بتصور إنه النقد، أنا دايما بس يخلص كل فيلم بقول لهم شباب بلشوا نقد، بلاقي إنه النقد هو سبب للنجاح مش سبب للفشل أبداً. تبدأون بأنفسكم النقد. نبدأ بنبلش بحالنا، وحتى كل فيلم بحضر بكون على المونتاج، يعني ببلش بالمونتاج النقد، لو عملنا هون مثلا هالشغله، لو صورنا هيدا الكادر بدل هيدا. فبتصور انه النقد هو عامل كتير اساسي. نعم. وانا بحب كتير نقد العالم، وبنطر نقد العالم لحتى اتعلم من الاخطاء ولحتى اخذ عبر. وبالنهايه الواحد ما بيوصل الا بطريق مشقه ليبلش شوي شوي لحتى يوصل للكمال. أيضا نحن نشاهد يعني مقابلات تلفزيونية، قناة الكوثر، قناة المنار، وأيضا قنوات أخرى فضائية. يعني معتز بالله مشوارك يمكن بدأ من الصغر، نحن دائما نتمنى يعني التوفيق للجميع. هل اقتصر العمل على عمل فني تلفزيوني، أم أنه ستوسع النطاق إلى أعمال أخرى؟ إن شاء الله. أنا بلشت بالسينما وبلشت بالمسرح، عملت مسرحيات عديدة هي اللي خلتني انطلق على السينما، فوت على مجال السينما. طبعا السينما أصعب بكتير، إنه كاميرا وتصوير وعوامل لوجستية بدها تكون موجودة معنا.
بس ان شاء الله عم نطلع شوي شوي، يعني مثل ما بلشنا ان شاء الله بكره بنفوت على على التلفزيونات، بنفوت على الاعمال الهادفه اكثر. نحن بيهمنا اكثر شيء نوصل المجتمع لبر الامان، نوصله ضد المخاطر اللي بتواجهه منشطات مخدرات كل وتوابعها كمان. ولكن يعني دعني أسأل هنا معتز، أليست هي المسؤولية التي تحملتها يمكن منذ الصغر؟ هذه المسؤولية هل فعلا يعني أثرت عليك سلبا أم إيجابيا؟ تحس حالك اليوم يعني حضرتك المصور، حضرتك أيضا المخرج، وكأنه يعني الأعمال اللي بدك تقدمها لاحقا ستكون مفترض أن تكون أنجح وأهدف بعد. المسؤولية سلبياتها وإيجابياتها برأيك؟ بتصور انه مسؤوليه كتير كبيره. مثل ما قلت قبل شوي، احنا عم نخاطب جمهور، الجمهور بكل فئاته العمريه. هذا الجمهور يمكن يتقبل فكره، يمكن ما يتقبل فكره، يمكن يصير يعني كل شخص وعنده راي معين. وغير مخاطبة الجمهور اللي أنا بعتبرها المسؤولية الأكبر، مخاطبة الجمهور، بعتبر أنه في فكرة تانية ومسؤولية كمان كبيرة، قصة أنه أنا عم قود فريق عمل كامل من مصورين، من مشرفين إضاءة، ملابس، ممثلين. بتصور أنه هاي كمان مسؤولية كتير كبيرة، قيادة فريق عمل فيلم بأكمله. نعم. بتصور أنه مسؤولية أني أنا يعني أي غلطة، يمكن الشباب هلا ما بيلوموني، بس انه اي غلطه بتكلف بالتصوير خصوصا بالافلام. اي هسوه يمكن بننساها بالفيلم بتكلف اخطاء كثير، بتكلف نقد كثير كبير. فهيدا هو الصعوبه يعني الاكثر عم تواجهنا كمان. تناولتوا مشكلات الشباب، الادمان والمنشطات، دائما كنتوا عم تحاكوا الشباب بمشكلاتهم ايضا. معتز، بعد الشهرة بعد سنوات هل حتستمروا بأنكم تكونوا فعلا هادفين، أم أنه لا بعد الشهرة يمكن صرتوا تفوتوا على مواضيع أخرى ممكن تضر الشباب أيضا، ولا تعد دايما المشاهدين والجيل الصاعد أنه حتكون دايما أنت الواعد للجيل المسؤول فعلا الذي دايما بنحل المشاكل ولا نطرحها ونقدمها كسلعة؟ طبعا طبعا، نحن مثل ما قلنا هديك المره للمشاهدين، ودائما بكرر انه انا مش مضطر اعمل اي فيلم منه يكون هادف ما العالم تستفيد من وراه. بالنهايه هي مسؤوليه. نحن الهدف الاساسي بالافلام اصلا، الفيلم اخترع لانه يوصل رساله عن طريق التمثيل. فانا ما بتصور انه اعمل عمل تجاري منه هادف او عمل توجيهي منه هادف. بالنهايه نحن هدفنا التوجيه بالدرجه الاولى، نصلح بالمجتمع، نوجه المجتمع لبر الامان، نوجهه ل ما يفوت بمخاطر هو منه فيها. هذا الهدف الاساسي للفيلم بالدرجه الاولى. نعم. وللاعمال. هل تحضرون لأي أعمال جديدة تخبرونا بها الآن؟ ان شاء الله في عدة مسرحيات، سلسلة مسرحيات عم نحضرها. في أعمال هادفة إن شاء الله حتتحضر. مسرحيات أيضا إلى الفئة الشبابية توجهونها؟ إلى الفئة الشبابية طبعا. أنا قلت لك إنه بهرم الأعمار أنا بستهدف دائما فئة الشباب، لأنه فئة الشباب هي فئة كتير مهمة. يمكن الشباب إذا بنوجههم خلاص المجتمع بيستقر وبيستدب الأمان. نعم. فيه. في الختام معتز، ذكرت حضرتك لاحظت هون مقولة أنه إن المعالي لا تكتسب إلا بالكد والجهد والتعب. هل من عوامل أخرى يحتاج اليوم الشباب ليصلوا إلى تحقيق أهدافهم؟ بالتأكيد لتحقيق الهدف في عوامل عديدة، وفي عوامل أبرزها أو العامل الأساسي فيها هي الكد والجهد والتعب. نعم. ومثل ما بيقول الشاعر أنه لا تكتسب المعالي إلا مثل ما بيقول الشاعر: من طلب العلا سهر الليالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن نعم. طلب العلا سهر الليالي. نعم. بتصور أنه للي ما بيتعب على حاله، واللي ما بيقوي حاله، ما بيوصل للمرحلة اللي هو فيها، ما بيوصل للطريق اللي هو فيها. أكيد مثل موهبة أو عمل كتير متعب، كتير بده جهد، بده وفاء وإخلاص للمهنة اللي هو فيها الشخص، بده سمع من المشاهد، بده يتقبل كل شيء، بده يتعرض لنقد كتير كبير وبده يتقبل النقد. نعم. وهذا الشيء كتير أنا يعني واسع فيه بالمجال. نعم. الشاب الموهوب المخرج معتز بالله صالح، شكرا جزيلا لك، ونحن نتمنى دائما لك التوفيق. نبقى وإياكم مشاهدينا مع قبس من نور والشفق.